بدات في ناس متخصصه ان هي تبتز وتحصل على اموال بسبب الموضوع ده، بتوصل ان هي تجيب صور للضحايا من اي مكان ايا كانت، اخرها مؤخرا قد يكون اختراق التواصل الاجتماعي. الفيسبوك بتاعه، الانستجرام، صور عاديه جدا. بالظبط، صور عاديه، سناب، فيسبوك، انستجرام. بيبدا ان هو يخش يقتحم هذا الحساب ويتحصل على جميع الصور اللي موجوده فيه. ممكن تكون صور كويسه عاديه ويبدا ان هو يحور ويعمل كلام عليها معين، وممكن تكون صور عاديه ويبدا ان هو يعمل لها مونتاج، يبدا ان هو يعمل لها نوع من الفبركه. يعني يمكن انا جايب معايا مثال انا عامله موجود طبعا. يا ريتني اشوف المخرج هينزلها دلوقتي. جيمس بوند واتاخد مني طبعا، هي معانا حضرتك على الشاشه. وبرضه رامبو، انا كنت قايم بدور رامبو برضه في الفيلم دوت. ده حضرتك وشي لو خدت بالك هتلاقيني بتحرك وبعمل كل حاجه خالص في قلب الفيديو ولا باين اي حاجه. يعني ده شكلي خالص، انا كنت شارس جدا في مبروك على الفيلم يعني. برضه يعني تأثيرات الوش، الملامح، يعني هنا برضه اعتقد مفيش حد هيقدر خالص يفرق. ده كله مونتاج، كل ده مونتاج معمول بصوره مش معمول بفيديو. يعني حضرتك كنت متألق في رامبو جدا. جدا، بس العضلات راحت شويه. مفيش فرق يا جماعه خالص، وده الخطوره هنا يمكن ان مفيش فرق يعني خالص في الفيديو. ده برضه مشهد لسوبرمان يعني، بس كان عندي شعر طويل بقى. يعني دي حاجه تخوف قوي يا استاذ وليد. تمام. تخيل حضرتك بقى لو المشهد ده اتعمل على فيلم بورنو طبعا، او اتعمل على مشهد اباحي لاي شخص. طب خليني اسال شخص بريء جدا بقى يا دينا، يعني بريء. صح. يعني تخيلي حد بريء يتحط دماغه او صورته في حاجه ممكن تدمر سمعته ومستقبله وحياته وفعلا تؤدي للانتحار.